ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله السابليه بطريقه سهله جدا، مقادير مظبوطه ما بغيرهاش، وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا مقدار الزبده 400 جرام زبده. بكون مطلعاها من التلاجة قبلها بساعتين 3 علشان تاخد حراره المطبخ وما تكونش جامده على المضرب بتاعي او العجان بتاعي وتكسره. مقدار الزبدة ده انا ممكن اخد منه 100 او 150 جرام زبدة، وبحط مكانهم سمنة بلدي بيدي طعم حلو قوي قوي للسابليه بتاعي. يعني تقدري تستخدمي المقدار كله زبدة، او تقدري تاخدي منه 150 جرام مثلا، او تقدري حتى تقسمي المقدار ما بين الزبدة والسمنة البلدي. علشان انا هنا مستخدمة زبدة فير، فبحب اخلطها بالسمنة البلدي عشان يكون طعمها حلو. لو مستخدمة زبدة نيوزيلندي يبقى مش لازم خالص تعملي الخطوة دي. تمام. وحتى لو استخدمتي كلها فرن بتطلع حلوة برضو، بس انا بقولك على الاحلى واللي يدي طعم احلى انك تخلطيها بالسمنة البلدي. مقدار السكر البودرة اللي حطيته 200 جرام سكر. يعني هنا معانا 200 جرام سكر بودرة عليهم 400 جرام من الزبدة او الزبدة المخلوطة بالسمنة زي ما قلت لكم. بضربهم كويس جدا لحد ما ينعموا مع بعض، وكل شوية كده بجيب الجناب علشان بس الجناب بيكون فيها طبعا لسه الزبدة ما اختلطتش كويس. حتى هتلاقوا اللون بتاعها بيكون غامق شوية عن اللون الكريمي اللي اتخلط في النص ده. فلازم نقلب بقى الجناب كده كل شوية، حتى لو بتشتغلي بالعجان برضو تعملي نفس الخطوة. انا حبيت ان انا اعمله معاكم بالمضرب علشان عادي مش شرط عجان خالص، وهو كمان ما بياخدش وقت خالص يعني. هنا هحط شوية صغيرين كده من الزيت يدوا قرمشة للسابليه، لكن طبعا لو عايزة تستغني عنهم مفيش مشكلة خالص. المعلومة دي أنا متعلماها من الشيف أحمد القاضي، وبصراحة ما بستغناش عنها أبدا في السابليه أو البسكوت. تمام. بعد ما ضربت المكونات كويس جدا هبدأ أحط البيض واحدة واحدة. احنا هنا في السابليه ممكن ما نحطش بيض خالص على فكرة. يعني ممكن تحطي المكونات اللي هي السكر على الزبدة على الدقيق وتضربيهم مع بعض كويس جدا، وما تحطيش البيض خالص. دي طريقة، والطريقة التانية ان انت تعمليه بالبيض، والاتنين بيكونوا ناجحين جدا وحلوين مفيش فيهم مشكلة. طبعا حاطة فانيليا على البيض وبضربه كويس جدا، وبعد كده ببدأ اشيل المضرب بتاعي خالص واخلط الدقيق كده على ايدي. الدقيق عندي هنا 600 جرام. لو لقيتيه في يعني بعد ما تعجنيه كده لقيتيه سايب قوي ومحتاج شوية دقيق، ممكن تزودي حوالي 50 جرام دقيق، مش هيأثر معاكي خالص. وطبعا احنا بنريحه علشان حطينا فيه البيض، بنريحه في التلاجة قبل ما نستخدمه بعد كده. فالموضوع بيخلي العجينة معاكي سهلة ان انت تشكليها وتقطعيها يعني. هشيل بقى الاسباتولا، وبعد كده هبدأ ادخل الدقيق في المكونات بايديا بالطريقة دي كده. مش عايزين نعجن علشان طالما حطينا بيض، لو عجنا كتير السبليهاية هتكون معضمة معاكي. فما تحاوليش ان انت تعجنيها كتير خالص. تعملي زي ما انا بعمل كده بالراحة، وتدخلي بس الدقيق في المكونات بتاعتك لحد ما تبقى بالشكل ده كده. كده تمام، العجينة جاهزة معايا. المفروض ان انا احطها بقى في كيس بلاستيك واحطها في التلاجة، او الفها بستريتش راب واحطها في التلاجة علشان بعد كده لما تسقع وتجمد كده اعرف اشتغل فيها بسهولة. انا بصراحة سبتها في البولة، بس ما انصحكوش ان انتوا تعملوا كده علشان بتكون اصعب يعني وانت بتطلعي منها العجين وكده. غطيتها بستريتش وبعد كده حطيتها في التلاجة ترتاح ساعتين 3 كده، وبعد كده ترجعي تشتغلي فيها. الصعوبة في هنا بقى ان العجينة طبعا ارتاحت في التلاجة والزبدة جمدت. فهي لو محطوطة في كيس او في استرتش هتكون اسهل من كده ان انت تطلعي منها، لكن مفيش مشكلة يعني. بطلع جزء بس علشان طبعا مش عايزين السابليه يسخن معانا. يعني كل ما هو ساقع بيكون اسهل معاكي في التشكيل. فبطلع قطعة كده اشتغل فيها، واسيب التانية كده محافظة على نفسها لحد ما اخلص القطعة دي، وارجع اخد قطعة تانية واشتغل فيها. برش رشة دقيق بسيطة خالص، وبعد كده هحط كيس بلاستيك بيسهل عليا برضو ان انا افرده بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين. لو هنحط 2 سابليه فوق بعض فعايزين من السمك بتاعها يكون رقيق خالص، علشان بس ما يكونش 2 كده تكون البسكوتة تخينة. وهنحط 2 فوق بعض فبيكون مش ظريف يعني. فتراعوا كده حكاية السمك. سواء انت هتعمليها بقى لوحدها كده ممكن تخليها السمك بتاعها اتخن شوية، او هتحط 2 فوق بعض فتخلي السمك بتاعها ارفع. هتعملي بقى باي قطعات عندك هتنفع في السابليه. اي قطعات واي اشكال بتكون شيك جدا فيه. عملت هنا الدايرة
وطبعا العجينة طول ما هي ساقعة بتكون سهلة ان انتي برضو تشيليها بالشكل ده كده وتتحكمي فيها. عملت كمان قلوب، ممكن تعملي الاشكال تكون كلها مقفولة بالشكل ده كده، وممكن بقى لو عايزة تحشي من جوه مربى او تحشي مثلا نوتيلا تكون باينة، تفرغي بقى النص كده بتاع القلب او بتاع الدايرة بحاجة مدورة او نجمة صغيرة، اي حاجة من النص ممكن تفرغيها علشان تحطي الاتنين فوق بعض وتحشي في النص مربى. بس انا ما كنتش هحشي في النص مربى في السابليه ده، فعشان كده عملته كله مقفول. تستخدمي بقى اي اشكال متاحة عندك بالشكل ده كده. ممكن برضو تفرغي النجمة دي مثلا بنجمة صغيرة خالص، وبعد ما تزوقيه تحطي عليها شوكولاتة ولا حاجة وتلزقيها فوقيها، هيكون برضو شكلها حلو. هو عالم لا ينتهي من التزيين، السابليه بصراحة له اشكال كتير جدا جدا. هنا القوارب بتاعت السابليه، انا بحب قوي الشكل ده، بستشيكه يعني بصراحة، بحط فيه من غير ما ادهنه ولا اي حاجة خالص. على فكرة القوالب دي ليها نوعين، يعني في نوع كده خفيف جدا وبيصدي بسرعة جدا، وفي نوع بيكون ماسك نفسه شوية واتقل، وطبعا ده النوع الاحسن. ما بدهنهمش زي ما قلت لكم خالص. وبعد ما بخلص الكمية بتاعتي بخرمهم بقى بشوكة او بعود خشب زي ما انتم شايفين كده، علشان بس ما يقبش في الفرن ويكون شكله حلو بعد التسوية. بسويه على درجة حرارة 180، بياخد حوالي نص ساعة ل5 دقايق. من بعد تلت ساعة او حتى ربع ساعة ابدأي شوفيه، علشان كل فرن غير التاني. وطبعا دوري الصاج برضو كل شوية كده علشان ياخد لون كويس. وبعد كده بسيبه يبرد خالص قبل ما ابدأ ان انا احشيه او ازينه، عشان طبعا لو سخن معانا هيسيح الشوكولاتة دي ومش هتبقى سهلة ان انا الزقهم في بعض بالشكل ده كده. انا محضره معايا هنا شوكولاته بالحليب وشوكولاته دارك وشوكولاته بيضه. بحط لهم بس نسبه زيت مش كتيره برضو، علشان بس الشوكولاته تمسك عليه بسهوله. لكن بحط شويه الزيت علشان برضو تسهل عليا وانا بدوب الشوكولاته في الميكروويف او على حمام ميه. بحط بقى الاشكال اللي انا عملتها دي في الشوكولاته الوان بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني الدارك كده ليها شكل والحليب ليها شكل والبيضه بيكون شكلهم حلو قوي، علشان احط عليهم اي تزيين من فوق يبقى قبل ما الشوكولاته تمسك نفسها على طول. عارفين طبعا الجو دلوقتي برضو مش حر قوي، فالشوكولاته بتمسك على طول، فعلشان الاشكال تلزق عليها قبل ما اعمل اي حاجه خالص اكون لازقه عليها الاشكال بتاعتي، علشان بعد كده ما تغلبنيش وتقع من عليها. انا حطيت هنا لوز وبندق، كنت يعني طحناهم كده مع بعض. مش بطحنهم، انا بدقهم كده دقة بسيطة خالص علشان بس يكون شكلهم حلو في التزيين. ممكن تحطي بقى كريسبي اشكال والوان زي ما انت عايزة، التزيين بقى براحتك خالص. وممكن تسيبيه كده سادة وتحطي على الابيض خطوط بني شوكولاتة يعني، وتحطي على الشوكولاتة خطوط بيضة، برضو بيكون شكله حلو جدا. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة كده. انا بحط دلوقتي كريسبي اللي هو الصغير خالص مع المكسرات، برضو بيكون شكله حلو قوي. السابليه من الحاجات الشيك جدا جدا يعني، بتدي شكل حلو قوي، بالذات لو العلبة كده مشكلة مثلا سابليه مع البسكوت مع مع الغريبة والكحك وكده، بيكون شكله حلو قوي قوي. بخلص الكمية كلها، ممكن احطه في التلاجة بس شوية يمسك نفسه، وممكن اسيبه بره برضو لحد ما يمسك نفسه براحته خالص. تمام. هنعمل برضو القوالب او القوارب، هحطها برضو في الشوكولاتة بالشكل ده كده واسيبها بقى علشان تمسك نفسها. ممكن احط فيها بقى روزيتات من مربى الحليب او روزيتات جناش زي ما تحبي خالص. الاشكال دي طبعا بتكون حلوة جدا وبتكون شيك قوي برضو في السابليه، وبتدي كده شياكة للعلبة بتاعتك. نستخدمها هنا شوكولاتة سما، وهي من اجمل الشوكولاتة اللي موجودة في السوق دلوقتي. بعد ما بخلصهم بسيبهم بس الشوكولاتة تمسك عليها شوية، وبعد كده بحط بقى روزيتات من مربى الحليب او الجناش زي ما تحبي. مربى الحليب مش بعمل فيها اي حاجة خالص، بقلبها بس كويس جدا علشان ما تغلبنيش وانا بعمل الروزيتات. وطبعا النوع بتاع المتحدة بيكون سايب جدا دلوقتي، ما بتعرفيش تتحكمي فيه، فبجيب دلوقتي كواليتي. الروزيتات بتاعتها جميلة جدا والتماسك بتاعها حلو، وهتعجبكم قوي ان شاء الله. وهخلص الكمية كلها بنفس الشكل كده. وكده بعد ما حطيتهم في العلب، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير.